اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح الفل والورد والياسمين، يا صباح الرز بلبن. النهارده هنعمل رز بلبن حلو جدا. النهارده جايه لكم في فيديو روتين حلو جدا، هيشجعك كده وينشطك ويخليكي تعملي حاجات حلوه قوي للولاد وتتشجعي. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو، نقول بسم الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ده كان الروتين بتاع يوم السبت، بس معلش نازل لكم متأخر بعديها بيومين. انا عايزه اقول لكم ان انتوا وحشتوني جدا جدا والله، من اخر فيديو اتأخرت عليكم جدا في الفيديو ده، بس سامحوني والله كان غصب عني. يلا بينا بقى نبدأ الفيديو. ده كان الفطار بتاع يوم السبت الصبح. بقى انتوا عارفين ان انا ببقى عندي اجازة جمعة وسبت، فيوم الجمعة بنفطر الفطار العادي بقى، الفول والطعمية والبتنجان والحاجات الحلوة دي. ويوم السبت بحب اغير بقى، يا فطير بجبنة، حبة بليلة. قلت النهارده اعمل لهم حبة رز بلبن كده حلوين يستاهلوا بقكم. جبت بقى طبق كوباية ونص رز، نقعتهم حلو قوي لمدة ساعة او نص ساعة، وبعدين صفيتهم من المية وحطيتهم في الحلة دي. يبقى انا حطيت في الحلة دي الرز. مش لازم تنقعيه، لو ما عندكيش وقت تنقعي الرز خلاص مش لازم. نحط الرز ونغطيه بحبة مية حلوين كده ونحطه على نار عالية. اول ما المية ما تغلي اوطي خالص. اول ما تلاقي المية غليت بتاعة الرز وطي خالص وسيبيها يستوي على على النار الهادية لغاية لما تلاقي الرز كده شرب المية واستوى. تمسكي كده حبات الرز بايديك كده تلاقيها استوت وبقت خلاص. بصوا الرز شرب المية وخلاص، ما بقاش فيه مية، هو استوى فيها. وبصوا الرزاية مستوية وحلوة. خلاص كده عندي الرز مستوي. هنزل بقى عليه. ده كان عندي نص كيلو لبن، كنت انا غالياه يعني الصبح، واخده منه نص كوبايه. وعندي كيلو لبن تاني برضك هنزل بيه، يبقى انا حاطه كيلو ونص لبن. بصي اعملي على قد اللي موجود عندك، نص كيلو لبن ونص ميه، كيلو لبن وكوبايتين ميه، حسب المتاح عندك. المهم ان احنا نعمل حاجه حلوه للولاد وتغيير. طبعا دي علبة القشطة اللي انا بحوش فيها القشطة، برضه كنت منزلاها تفك كده، خدت منها 3 معالق كبار ونزلت بيها على على الرز واللبن بتاعي ورشة الفانيليا بتاعتنا كده ونبدأ بقى هنعلي النار سنة في الوقت ده بقى، نعلي النار كده وسط لغاية لما اللبن يبدأ يغلي كده تاني مع الرز. اللبن يغلي مع الرز ومع القشطة تفك كده ويبدأ يغلي. جيت في طبق كده او بولة حطيت 4 معالق نشا، ودول كانوا عبارة 3 4 معالق برضه كريم جانتيه. هبدأ ادوب النشا مع الكريم جانتيه بحبة مية كده. انا بحب اعملهم كده خليط مع بعض بحيث ان الكريم جانتيه يكون داب في الميه وبرضك النشا تكون دابت. يبقى 4 معالق نشا كده حلوين، واربع 3 معالق نشا 3 معالق كريم جانتيه حسب الموجود عندك. رجعت بقى تاني على الرز بلبن، كان خلاص قرب يغلي، وبدأت بقى احط السكر بتاعي. احلى حبة رز بلبن ممكن تاكليهم. تغيير برضك مش مكلف. انت لو جبت كيلو لبن ب20 جنيه، هي نفس الفول والطعمية. هنجيب فول وطعمية اغلى من ال20 جنيه كمان. وتغيير برضك، وهيقعد معاكي كمان كام طبق كده، يقعد معاكي في التلاجة كده حلو، وهيبقى حلو الولاد هيحبوه. خلاص حطيت السكر بتاعي طبعا على الرز واللبن، وظبطت السكر ونزلت بقى بالطبق اللي فيه الخليط ما بين النشا والكريم جانتيه اللي احنا كنا مدوبينهم فين في حبة مية. اول ما بتنزلي بالخليط بتاعك ده بتلاقي الرز واللبن بتاعك بدأ يتقل كده ويتجانس بقى، يديك التقل الحلو ده. بصي خلاص هياخد يا دوب غلوة كده من على الحروف وهطفي عليه. بصوا ده التقل بتاعه ده كده مش خفيف، هو مجرد ما هيبرد ونحطه في التلاجة هيتماسك وهيبقى عندك زي العسل. بصوا يعني انا من كيلو ونص لبن عمل وكوبايه ونص رز، عملت كميه حلوه من الاطباق الرز بلبن. فطرنا منها طبعا. واللي اتبقى حطيناه في التلاجة هيبقى ساقع كده وقت الحر بقى كده، عايزه تاكلي حاجه ساقعه كده تطر على قلبك. وبرضك في نفس الوقت احنا ما حرمناش ولادنا من حاجه، لو حسبناها هي نفس التكلفه بتاعه الفول والطعميه والبتنجان. هو خلاص سيبناه يبرد بقى وفطرنا احنا بنحب ناكله وهو سخن كده في الاول، وبرضك بيبقى حلو وهو ساقع، في كل حالاته حلوه. خلاص فطرت انا والولاد. وكان طبعا اليوم ده يوم السبت، انا عايزه اقول لكم عندنا كميه دروس. سلمى عندها 3 دروس، فقلت لها يلا بقى هي بتحب جدا ان هي قبل ما تروح الدرس بتقعد تراجع الماده اللي هي رايحاها، حتى لو هي مذاكره الماده دي قبليها بيوم ومخلصه الواجب بتاعها ومخلصه كل حاجه. لازم تصحى الصبح كده عقبال ما انا اجهز الفطار، قبل ما تكون فطرت برضك وتقعد تراجع كده، لازم تبصي في المادة اللي هي رايحاها.
بتعيد الذاكرة بتاعة معلوماتها، يعني عشان ما إيه، الواحد برضك بينام وبيصحى، ممكن تقعد قدام التلفزيون، فبتحس إن إيه برضك إن المعلومات في دماغها بدأت إيه تتنسي، فبتحب تراجع حاجاتها قبل ما تروح الدرس. فكنت قاعدة معاها بقى، دي كانت الملزمة بتاعة العربي. كانت بتوريها لي، يعني كان المستر مديهم يعني واجب كتير وحفظ كتير وحاجات، فكانت بتعرفني يعني إيه اللي عليها. وبدأت كده إيه أسألها كام سؤال كده عشان أعرف إن هي إيه فعلا مركزة في المذاكرة ولا لأ. أنا طبعًا عايزة أقول لكم لازم تخلّوا ولادكم يعتمدوا على نفسهم، يعني من أول تالتة ابتدائي، رابعة ابتدائي خلّوهم بيعتمدوا على نفسهم، معاهم ورق يذاكروا فيه، كراسة قديمة يذاكروا فيها بالورقة والقلم، ما يذاكروش شفوي. كل فترة كده تمسكي الكشكول تشوفي درجاتهم إيه. بُصّوا يعني ما شاء الله هي واخدة في حاجات كتير كلّها 10 من 10 وvery good. هي سالمة في أولى إعدادي. بصراحة يعني أنا يعني باتابعها أول بأول. مش باقعد أسمّع لها كتير، بس ممكن إيه، أمسك كتاب كده وأفتحه أشوف هي واقفة لغاية فين، أسألها سؤال من اللي هي حافظاه، أشوفها بيبان بقى إذا كانت هي مركّزة فعلًا أو لأ. وده الورق اللي هي بتذاكر فيه، بادّيها ورق أبيض كده، يعني ضهره أبيض وضهره مكتوب فيه. يعني الورق الملازم القديمة بتاعة السنة اللي فاتت أنا مش بارميها، باسيبها لها إن هي تقعد تذاكر فيها السنة اللي بعديها، بتذاكر في الضهر بتاعها. بدأت بقى تذاكر كده، قُلت لها خلاص كمّلي مذاكرة وأنا قاعدة جنبِك. على طول بيذاكروا بالورقة والقلم عشان ما تنساش، المعلومة تثبت في دماغها. بُصّوا بدأت برضك إن أنا أسألها وكده. يا ربنا يا رب يوفّق ولادنا جميعًا، وعايزة أقول لكم وأوصّيكم بالمتابعة، تابعوا ولادكم، مش اسمها بس رايحين جايين الدروس وندفع الفلوس كتير ودم قلبنا في الدروس، لأ إحنا نتابعهم. حتى لو ما بتعرفيش تقري وتكتبي، أنتِ بس إيه، مجرد ما بتقعدي جنبيها كده وبتدّيها أمان وتحسّسيها إن أنتِ مهتمية إن أنتِ تعرفي مذاكرة والّا لأ وكده، العيّل نَفْسه بيبقى حابب حاجة زي كده. بيبقى مبسوط. يعني أنا عندي سلمى لأ، مش يعني أو ممكن أقول لها اقعدي يا سلمى ذاكري، اقعدي شوفي اللي وراكِ، بس مش كتير. يعني هي ما شاء الله ربنا يحفظها، هي بتبقى حابة تخلّص اللي وراها على طول أول بأول، عشان هي مش عارفة إن على طول ما بتحبش تأجّل حاجة لليوم اللي بعديه. خلاص خلّصي الدرس النهارده مثلًا بتاع العلوم أو العربي، تيجي تخلّص الحاجة اللي هي خدتهم فيهم جديد تخلّصهم تذاكرهم. ربنا يا رب يحفظ ولادنا ويحميهم، وربنا معاهم وسنة تعدي على خير إن شاء الله. هي السنة أولى إعدادي بقى بالنسبة لها مرحلة جديدة طبعًا، ومدرسة تانية مبنى جديدة خالص، فعارفين حاجة جديدة طبعًا، فربنا يسترها. عقبال كده أولى ثانوي، يعني بُصّوا أنا نفسي أغمض عيني وأصحى ألاقيها دخلت بقى الثانوي، يعني بقى ثانوية عامة والّا إيه اللي هتعملها فينا الثانوية العامة، ربنا يسترها. أنا حاسة إن أولى إعدادي كده يعني المنهج بتاعها خفيف بصراحة، يعني أنا حاساه خفيف، يعني بيدوهم إيه، آآ راحة كده من سَتّة لغاية لمّا يخشوا تالتة إعدادي، فالمنهج بتاع أولى إعدادي أنا حاساه إن هو خفيف، فالله المستعان. أنا طبعًا طول الأسبوع بابقى في الشغل، باروح الشغل وباجي، بتبقى هي طبعًا ساعات بيبقى عندها دروس، يعني إحنا عندنا اتنين وخميس الحمد لله، الحمد لله ما فيهوش دروس. سبت وتلات عندنا 3 مواد، والحد والأربع عندنا مادتين. فبالنسبة للإتنين والخميس يعني الحمد لله ما فيش دروس، فبتبقى قاعدة في البيت بقى، لو عندها حاجة مأخراها يعني مثلًا ولسه ما ذاكرتهاش من اللي خدته، فبتذاكره وبتراجع اللي هي خدته، كده يعني. ونشيل بقى إيه، أنا شِلت الموبايل وشِلت الكمبيوتر، يعني شِلت الحاجات بتاعة الكمبيوتر، الأسلاك. كده، مش مدّياها فرصة إن هي تقعد تشغِل نَفْسها. ممكن تقعد طبعًا قدّام التلفزيون ترفّه عن نَفْسها شوية ساعة، ساعتين، بس يعني مش أكتر. يعني الموبايل بيمسح المُخ خالص، الكمبيوتر طبعًا بيعطّلهم، فإحنا أمّا نساعدهم نهيّأ لهم الفرصة إن هم يقعدوا يذاكروا كده والدنيا تبقى متضبّطة معاهم، ربنا يقويهم. خلاص بقى، اديت لها لفة كده لسلمى وطبّقت الغسيل بتاعنا، كان عندي حبّة غسيل. بصراحة أنا كنت صاحية مكسّلة جدًا، يعني يوم السبت ده أنا كنت صاحية مكسّلة، بس قُلت إيه لأ أستعين بالله كده وأقوم إيه، أعمل لهم حبّة الرز بلبن. وبعدين شُفت سلمى وصلّيت الضهر كده وطبّقت الغسيل وقُلت إيه أخُش على المطبخ. بصراحة هُم كانوا طالبين منّي المحشي بقى لهم كتير، فأنا قُلت لأ خلاص إن شاء الله بإذن الله هاعمل لهم محشي النهارده، كان السبت. يوم الجمعة ما كنت ناوية أعمله، بس كان زوجي كان بيغيّر لي الشفاط، كان يعني مفك لي الشفاط كنا بنصبّنه، وأنا حاطة سلك قدّام الشفاط ممسمراه كده بمسامير، فكان زوجي بيغيّره لي يعني، وكنا بنعمل حملة نضافة في المطبخ في الحتة بتاعة الشفاط يعني. فساعتها يعني اتغدينا أي حاجة كانت متبقية عندي في التلاجة،
وقلت يوم السبت بقى ايه ابقى انزل السوق واشوف ان شاء الله نعمل ايه المحشي. بس قبل ما انزل السوق طبعا كانت المطبقية دي كنت عايزة اعملها يوم الجمعة بس ما لحقتش، يعني قلت خلاص هعملها ايه بكرة السبت كده واعملها. دي المطبقية دي هي مطبقية عادية خالص، بحط بلاستيك طبعا كلكم عارفينها. انا حطاها كده جنب ايه، عامله لها رف كده خشب وحطها جنب البوتاجاز، لو انتوا يعني ايه بتشوفوها او واخدين بالكم منها. بحط فيها الاطباق والكوبايات اللي انا بستعملها، ومعالق كده. بصراحة أنا كان عندي مطبقية فوق الحوض على طول، بس حسيت ان هي مضلمة عليا في الحوض، يعني مضلمة وعاملة لي لخماني كده في الضي بتاعها. فشلتها خالص واستغنيت عنها وجبت المطبقية دي عشان تتحط يعني على الرخامة، تتحط على ترابيزة، تبقى واطية كده وحلوة. فبصراحة عشان هي محطوطة جنب البوتاجاز عندي، فبحس ان هي كل فترة كده عليها ايه نقطتين طبيخ، عليها شوية دهون زيت او كده، ان هي جنب البوتاجاز بالظبط. فملهاش مكان خالص تاني غير المكان ده اللي هو جنب البوتاجاز. ربنا يا رب يوسعها علينا كده والدنيا تتظبط، نوسع بقى المطبخ كده، ننقل في حتة تانية اوسع. قولوا يا رب ان شاء الله ربنا يوسعها علينا وعليكم. بس فنزلت بقى قلت ايه قبل ما انزل السوق وانزل افرهد بقى في الحر. وبصراحة كنت مستنية الاسعار تهدى شوية، فقلت خلاص يعني اخش المطبخ اعمل المطبقية كده، وافك اشيل منها الاطباق والكوبايات كده واديها تظبينة حلوة، وبعدين انزل بقى السوق براحتي. اديتها بقى ايه فكيت الاطباق وبدات ايه اعملها بالصابون المواعين كده. بصي سبحان الله بتبقي صاحيه من النوم او تحسي ان انتي عندك كسل ومكسله، حتى لو عندك نشاط 10% بس، تشجيع بس 10%، قومي استغلي ال10% اللي عندك دول. مش لازم حتى تعملي حاجه في الشقه ترويق او كده، يا دوب اعدلي السراير بتاع مطرح النوم، خشي على المطبخ اعملي بس حاجات بسيطه. هتلاقي نفسك النشاط والشغل بيزيد معاكي، يعني النشاط بيزيد، يعني انت كنت بادئه الاول ب10% نشاط، بدأ يزيد معاكي بقى 20 و50. الشغل بيجيب شغل، فاهمة؟ يعني بتتنشطي اكتر واكتر كل ما تلاقي ايدك كده ماشية في العمايل والتنظيف، بتتشجعي اكتر. بس فما تكسليش، يعني انا عن نفسي والله كنت صاحيه يوم السبت عارفين اللي هو انا مش قادره اعمل حاجه، كنت عايزه انزل طبعا الستاير بتاعه الصاله بره، وعايزه افرش الركنه وكده، بس ما كنتش متنشط. بصوا كنا عندي كسل. قلت خلاص بقى نخش المطبخ كده والله المستعان كده نبدا ونسمي كده، وتلاقي الدنيا بقى ايه مشيت معاكي كده لوحديها. خلاص سِبت طبعًا المطبقية بتاعتي تتصفّى كده والدنيا بقت كويسة، بُصّوا بقت بتلمع كده وتبرق ومنوّرة. اتصفّت كده على القماشة، وغسلت الكوبايات، دي الكوبايات دي أنا حاطاها في المطبقية بس بُصّوا يعني 3/4 مش باستخدمهم، أنا حاطاهم زينة كده. اديتهم برضك إيه في الحوض كده، اديتهم شطفة بالسلكة كده ولمّعتهم طبعًا صبّنتهم يعني. برضك ممكن بيجيّروا برضك عليهم دهون أو حاجة، عشان مش بنستخدمهم كتير. وخلاص وبدأت بقى إيه أرُص الحاجة تاني. الكنكتين دول أنا باحب أعمل فيهم القهوة، يعني واحدة قهوة باللبن وواحدة قهوة سادة، أنا وزوجي. بس نبدأ بقى نرص الأطباق بتاعتنا. فإيه الحمد لله يعني زي ما قُلت لِك يالّا اتشجعي بقى قومي كده، مش قادرة تبُصي في الشقة، خلاص روّقي بقى الشقة من على الوش كده، وخشي المطبخ شوفي بقى مطبقية عايزة تتعمل، فريزر بتاع التلاجة، تحت الحوض عايزة يتروّق، حاجة بسيطة. ما عندكيش نشاط عندك حبة نشاط قد كده صغيرين، اما استغليهم. كل ما تستغلي الحبة دول هتلاقيهم بيكبروا كده ايه معاكي واحدة واحدة كده. الكسل وحش، والواحد طول ما هو شايف ان حاجة قدامه عايزة تتروق وتتعمل، بتحسي ان انتي يعني ايه نفسيا ما بتبقيش كويسة، تبقي متضايقة، في فرهضة كده. خلاص خلصنا المطبخ ونزلت بقى ايه السوق، جبت حبة حاجات بسيطة. بصراحة الاسبوع ده انا مجبتش مشتريات للاسبوع لان الاسعار صدمتنا، يعني الاسعار كلها غالية، فقلت خلاص انا هجيب ايه حاجات تقضيني يومين بس اول باول لغاية لما نشوف الدنيا ايه مودينا لغاية فين. فجبت خضرة، جبت ب10 جنيه خضرة 7 ربط، وجبت كرنبتين دول الاتنين دول ب25. جبت قالب الزبدة ده اللي أنا كنت قايلة لكم عليه، ده قالب زبدة فيرنا ده 200 جرام، ده كان ب20 جنيه. بصراحة حلو يعني لما تجيبيه كل أسبوع هيقعد معاكي الأسبوع كله، أهو أحسن برضك يعني إلى حد ما أحسن من السمنة المهدرجة. وجبت ب20 جنيه بصل، هو البصل ب25، بس أنا نقيت كام واحدة كده وقلت له وزني بال20 جنيه. وجبت البطاطس دي بطاطس مش بتاعة تحمير، دي كانت ب10.
دي بقى بتاعة تحمير ب13 ونص. فجبت كيلو من دي وكيلو ونص من دي، قلت برضك ايه يمشوني يومين كده، عشان ساعات بحب اسلقها وساعات بحب احمر، فجبت من ده ومن ده. والطماطم دي طماطم رهيبة، طماطم ب20 وب17 والله. يعني بصوا، انا جايبة دي ب20 جنيه، كيلو ونص ب30. وجبت بتنجان، طبعا انا كنت جايبة بتنجان المشتريات اللي فاتت لما انا خزنته في الفريزر. جبت بقى البتنجان ده عشان هعمله مع الكرنب محشي. بس بقى ايه، انا طلعت بتنجان مع المحشي ده، وهوريكم البتنجان اللي في الفريزر عمل ازاي وتحفة. هوريكم النتيجة بتاعته. البتنجان كان ب5، جبت 2 كيلو ده. وجبت خيار، نص كيلو خيار، وجبت ربع كيلو فلفل. الخيار كان ب10، بس مش حلو قوي يعني، بس كويس. جبت نص كيلو زيت، او ب30 جنيه. هو الزيت في السلجة ب54، قلت لها وزنيلي ب30 جنيه، برضك على قد الاسبوع ان شاء الله يقضيني. جبت فرخة، كانت الفراخ ب75 جنيه، فجبت الفرخة دي كانت 2 كيلو ب150 بالظبط. انا قلت حلوة اجيبها 2 كيلو عشان تديني 5 حتت كده، وممكن طبعا اشيل منها حتة في الفريزر. جبت نص كيلو اوكسي، وجبت سلك مواعين، وجبت صابون مواعين. جبت كام كيس شامبو. الحاجات زي ما قلت لكم، الحاجات اللي انا ايه ممكن استخدمها خلال يومين كده 3 بس. خلاص هبدأ بقى ايه اشيل الحاجات بتاعتي دي، ونبدأ نخش بقى على ايه المحشي بتاعي. مش هفضل بقى ايه مع كل ما يقولوا لي اعملي لنا محشي اقول لهم لا ده القوطه غاليه والبصل غالي. فانا بصراحه بصوا قلت لهم خلاص حاضر هعمل لكم محشي، هم كان مطلب جماهيري. قلت لهم حاضر هعمل لكم محشي بقى، وايه الله المستعان، بس بقيه الاسبوع هنقضيها اي حاجه. قلنا ماشي، قالوا لي ماشي يا ماما وخلاص. جبت حله كده، حطيت فيها شويه زيت، وقطعت حته ليا كده حلوه، ليا ضاني. ونزلت عليها ببصلتين كبار انا بشرهم. ضحيت بالبصلتين الكبار عشان خاطر المحشي. بصلتين كبار كده بشرتهم، ونزلت بيهم على حبة الزيت واللية وقرنين فلفل حامي كده سبايسي، وبدأت أقلب. هنزل بقى بحتة تومة كده. جربي كده التسبيكة بتاعت المحشي بالطريقة دي، بصوا رهيبة، والله العظيم تحفة. البنات بقى بتوعنا العرايس اللي لسه متجوزين، يلا تشجعي بقى كده، واعملي لجوزك وحماتك بقى أحلى حلة محشي. خلاص نزلت بقى على الثوم بمعلقه كزبره ناشفه، معلقتين كبار بابريكا. ركزوا معايا. دي 7 بهارات وكمون. ايوه كمون و7 بهارات وبابريكا وكزبره ناشفه وحبه فلفل اسود اهم. ونقلب بقى كل ده بنشوحه مع ايه، مع البصلايه وحته التومه كده وحته الليه. وشمي بقى احلى ريحه، على نار هاديه كده عشان التوابل بتاعتك ما تتحرقش، يا دوب تتحمص كده وتاخد تطلع الريحه بتاعتها والطعم بتاعها. خلاص. هجيب بقى ايه، بصوا البابريكا عامله اللون الاحمر ده حلو ازاي. دي بقى حبه ايه عروق من بتاعه الخضره. نضفت طبعا الخضره وبنقعيها، خدت العروق بتاعتها اللي من فوق كده وقطعتها ونزلت بيها على الايه على البصلايه. وكان عندي كيسين صلصه طماطم، كيسين والله. انا بحب احط صلصه طماطم بتدي المحشي لون احمر كده وحلو. وطبعا انا جايبه كيلو ونص طماطم فما خدتوش كله يعني. هما كانوا كيسين صلصه، انا مش عارفه الكيس التاني راح فين، مش مشكله بس انا حطيته. نقلب بقى الصلصة مع البصلة مع البهارات مع الخضرة والحاجات دي، يتشوحوا حلو. وكنت ضاربة بقى ايه شفشق طماطم كده حلو. انا بصراحة كنت جايبة كيلو ونص قوطة، بس ما خدتهوش كله يعني، خدت حوالي كيلو. ضربته في الخلاط. وكان عندي طبعا 4 اكياس صلصة في الفريزر، نزلت كيس منه. ده كيس صلصة. يعني بصراحة الحاجة الوحيدة اللي انا زعلانة عليها ان هي خلصت من الفريزر، الطماطم. يعني هي دلوقتي ب20 جنيه، انا يا دوب عندي 3 اكياس متبقين في الفريزر. يعني الواحد لو يعرف كان يعني يحوش اكتر واكتر. بس الحمد لله. هنسيبهم بقى ايه يتسبكوا كده على نار وسط كده، لغايه لما تتقل بقى كده وتطلع لك السمنه والليه كده على الوش، وتبقى ايه زي العسل. نركنها على ورا كده عشان نسلق الكرنب. لان انا ايه بدأت بالتسبيكه، انتوا عارفين انا كنت بادئه الساعه كام، انا كنت بادئه الساعه 4:30 عشان اعمل المحشي. 4:30 5 عقبال ما نزلت السوق وطلعت. فقلت بقى ايه على طول كده قبل ما سلمى ما تخلص الدروس. ومش مستعجله ولا ما كنتش مستعجله، بس الحمد لله يعني ايه خلصت على طول. الدنيا كمان متظبطه في الشقه بره، روقتها من على الوش كده وخلاص.
حطيت الحله فيها ميه على النار عشان اسلق الكرنب، ومعايا التسبيكه بتتسبك على ايه، على نار وسط كده. الكرومبتين دول زي ما انا ما قايله لكم كانوا الاتنين دول ب25 جنيه. بصوا دي ما شاء الله دي كانت حلوه، يعني دي كان طلع حظي فيها حلوه. قورت الراس بتاعتها كده، وبدات ايه اطلعها الورق بتاعها حلو، وما شاء الله كان ورقها حلو كتير. لكن الكرومبايه التانية لا ما عجبتنيش، لقيتها من جوه مزرنخه، وكانت فاضيه من جوه، يعني اتخمت فيها. فدي شالت دي يعني، فقلت مش مشكله الحمد لله. طبعا الورق الاخضر اللي حوالين الكرنب مش بنرميه، ممكن تحطيه في الارضيه. ممكن لو انت مش بتحبوه تديه لو حد، انا بطلعه كده الورق الاخضر اللي هو بقى اخضر خالص كده ومش حلو، بديه لجارتي عشان بيبقى عندها طيور يعني. فمش برمي حاجه في الزباله. بصوا الورق الاخضر ده بركنه على جنب كده، مع العروق بقى الخضراء والراس والحاجات دي بديه لجارتي عشان بيبقى عندها طيور، فقلت اقول ايه الطيور تستفاد بيه احسن، بدل ما نرمي اي حاجه في الزباله. لو وصلتي بقى معايا لغاية هنا في الفيديو، ما تنسيش انا اميرة من قناة اميرة في بيتي. رب الفيديو يكون عجبك، خشي على القناة شوفي الفيديوهات كلها ان شاء الله تعجبك كده وتبقى عند حسن ظنك. متنسيش تعملي اشتراك وتكتبي لي كومنت حلو مني كده. انا عايزه اقول لكم ان الفيديو الاخير انا بجد يعني زعلانه اني جاب مشاهدات قليله، بس مش مشكله الحمد لله. يعني بصوا الحمد لله خير ان شاء الله. خلاص المية عندي غليت بتاعة الكرنب، حطيت فيها شوية ملح كده حلوين، ونزلت فيها ايه بالورق بتاعي بتاع الكرنب. انا عارفة طبعا كلنا شاطرة ستات بيوت شاطرة وبنعرف نعمل الكرنب وكل حاجة، بس لو مثلا عروسة لسه بتتفرج عليا، او يعني عروسة كده متعرفش تسلق الكرنب كده، خايفة تتشجع تعمل الكرنب، لا اتشجعي كده. هاتي كرنباية حلوة واسلقيها بنفس الطريقة كده. بصي انزلي بالعروق هي اللي من تحت، والمية بتغلي كده يدوب دقيقة، واقلبيه الناحية التانية وخلاص وطلعيه. يعني أكيد يعني 1% حتى من اللي بيتفرجوا على الفيديو هيستفاد معلومة، هياخد وصفة كده أو كده، هيتشجع. فإن شاء الله الفيديو تخرجي منه وانتي يعني مكتسبة منه حتى لو 1% معلومة. خلاص لقيته بس ايه يعني الحمد لله ما خدش، مش بيتهري بسرعة، يعني ممكن تستني عليه دقيقة أو دقيقتين وبعدين تطلعيه. الكرنب بتاع الصيف ده لقيته كده، يعني كنت خفت ان هو ايه ينزل في المية ويستوي بسرعة ويتهري، لا بصراحة يعني بياخد وقت شوية. خلاص خلصت بقى السليق بتاعي، يعني بحط 4 ورقات 4 ورقات كده حسب الحجم الحلة بتاعي. دي بقى طريقتي في تقطيع الكرنب. خلاص سلقته طلعته في مصفى او في طبق كده يهدى من السخونية. بصوا بجيب ايه، دول 6 ورقات كرنب بس بيكونوا قد بعض، بحطهم فوق بعض كده، واقطع العروق بالسكينة مرة واحدة. بصوا في ثانية قطعتهم، وبقطع بقى ايه طول الصباع اللي انا عايزاه. دول 6 ورقات فوق بعض انا حطاهم. فبصوا ما بتستخديش وقت خالص، في ثانية يعني، ما بتروحيش بقى تفرشي وتقعدي وتقطعي وتاخدي وقت، لا. انا قطعتها وانا واقفة في المطبخ في 10 دقايق. تبدأي بقى تاخدي الورق اللي انت قطعتيه ده، وتقطعي بقى ايه طول الصباع اللي انت عايزاه كده. افضل حاجه برضك انت اهم حاجه تجهزي ورقك كده وترصيه في صينيه او في مصفى يصفي ميته، عشان تبقي قاعده كده تلفي المحشي بتاعك وحاجتك جاهزه حواليكي. بصوا خلاص طلعته. بصوا خلاص بقى ايه رصاه صفوف كده وحطاه جنبي. نرص بقى كده تاني. بنقي الورق اللي هو قد بعض اهم حاجه، بس ايه قد بعض الى حد ما يعني. انا حطيت ايه يجي 6 7 ورقات بقى. لو انت لسه بتبدأي في الطريقة دي في الاول ممكن تحطي 3 ورقات بس، مرة على مرة هتكتري. بصي كرنبتين يا دوب عملتها على 3 مرات. بصي وبالسكينة كده تنزلي على العروق من على الحرف. بصي مش مطلعة ورق خالص في العروق، وطبعا العروق دي مش هنرميها، هنقطعها كده ونحطها في الأرضية بتاعت الحلة. تبدأي بقى تقطعي بالسكينة الورق الكرنب كده طول الصباع اللي انت عايزاه. تطلع لك رولات كده، تمسكي رول رول كده وتقطعيه بقى ايه حجم الصباع اللي انت عايزاه برضه. تبداي بقى ايه ترصيه. خلاص خلصت الكرنب، كانت التسبيكه اتسبكت يعني ما شاء الله، لونها وريحتها زي العسل. انا بصراحه حسيت ان انا عامله تسبيكه كتير، فقلت لا اشيل حبه منهم في علبه كده واستغلها في اي وقت تاني. وكنت غاسله 1.5 كيلو رز، ومحطاه في المصفى كده اتصفى ميته حلو جدا. اهم حاجه برضك تصفي الميه بتاعه الرز بتاع المحشي، تحطيه في مصفى كده ويصفي ميته حلو.
نزلت بالرز على الصلصة، كل ده لسه الصلصة على النار، بس هدي النار شوية. ونزلت بالخضرة، يبقى الرز والخضرة اللي احنا مقطعينها. هبدأ بقى ايه املح بقى واحط نفس البهارات اللي انا حطيتها مع البصل في الاول، هحطها تاني. حطيت مكعبين مرقة وملح. هرجع بقى احط شوية سبع بهارات وشوية بابريكا، شوية كزبرة ناشفة، شوية كمون، شوية فلفل اسود. نفس البهارات اللي انا شوحتها مع البصلاية والثوم وفي السمنة وكده، هحطها تاني في الاخر، بس بكمية اقل شوية. ابدأ بقى ايه اقلب الرز مع الخلطة دي مع الحاجات. كل ده الرز بتاعي في الصلصة على النار، يا دوب دقيقتين تلاتة كده على نار هادية. الرز هيشرب الصلصة. حبة نعناع بقى، جبت حبة نعناع ناشفين كده وفركتهم بايديا. النعناع بيدي طعم وريحة حلو للمحشي. يا دوب دقيقتين بالظبط تقلبي الرز في الصلصة كده. الرز هتلاقي الرز كله بقى لونه احمر وشرب الصلصة، وخلاص تدفي عليه. ما تسيبوش اكتر من دقيقة او دقيقتين عشان ما يستويش معاكي. هو يا دوب بس يشرب الصلصة بتاعته. خلاص بصوا اللون بتاعه احمر ازاي وزي العسل، طبعا من البابريكا. وانا طبعا مكتره الصلصه والطماطم والصلصه المعلبه. الحاجات دي كلها بتخلي تديكي نتيجه حلوه في الاخر. وادي حله الكرنب حاطه فيها في الارضيه عروق ولفيناها، بص زي الفل. ده بقى البتنجان اللي انا كنت شايلاه معاكم في الفيديو اللي فات. نزلت الكيس، هو بس لونه كده بني اكنك محمراه. نزلت الكيس، اول ما نزلته من الفريزر حشيته وهو متلج. ما تدلوش فرصة ان هو يفك. يا دوب بتحشيه وتحطيه في الحلة على طول. بيتحشي معاكي على طول لانه بيبقى لسه ناشف ومتلج. وعادي خالص نسقيه بقى شوربة بتاعتنا. انا كنت بصراحة عملت الفراخ زي ما بعملها معاكم كل مرة بالبصل كده والطماطم، فمرضتش اصورها معاكم. وطلعت منها احلى حبة شوربة بقى، وايه قلت اسقي المحشي بتاعي. طبعا مش لازم يعني نربط نفسنا عشان محشي يبقى لازم فراخ، هيبقى عندنا فراخ او لحمة. لا والله يعني بصوا، الحاجة مادام حلوة يعني. حبة محشي كده حلوين، حتى لو على مية او شوربة تكون انت مخزناها في الفريزر او اي حاجة، دي بالدنيا. يعني اللمة بتاعتكم واللي انتوا كنتوا متجمعين مع بعض وتتغدوا مع بعض دي بالدنيا. الفراخ ياما كلنا كلنا فراخ وكلنا لحمة وكده. فخلوا الدنيا تعدي، يعني مش لازم نعقدها، المهم نعمل حاجة ايه. لو الولاد طالبين محشي نعمل لهم حلة محشي كده، مش لازم يعني جنبيها فراخ او لحمة. فاهميني؟ خلاص سقيت بقى الشوربة آه للكرنب، يا دوب يغطي يعني اول صف من الكرنب كده يبقى مغطيه حاجه بسيطه. وادي البتنجان برضك هسقيه. زي ما قلت لك البتنجان تنزليه من الفريزر، تحشيه على طول. لو مش حابه البتنجان ياخد معاك اللون البني ده، انا كنت مشوحه البتنجان عشان اخزنه، مشوحاه في معلقتين زيت. فعشان الزيت قليل، فيدوب لما بتيجي تشوحيه بياخد معاك اللون البني ده. عايزه البتنجان يفضل معاك لونه ابيض، بتشوحيه بقى في حبة زيت حلوين، يعني طاسة كده فيها زيت حلو زي بتاع البطاطس. اقلي فيه البتنجان قلية بسيطة، وطلعيه بردك يبرد وتشيليه. هتلاقي البتنجان زي ما هو لونه ابيض وحلو، لكن بياخد اللون البني ده عشان احنا كنا مقللين الزيت. انا ما كنتش عايزة استغل زيت كتير. واستوى، وبصوا ما شاء الله بيتقطع بالمعلقة. يعني بصوا حتى في كام صباع كده جنبي. وانا بطلعه من الحله كان عشان ورق البتنجانيه مهريه، فاتهرى مني. بصراحه استوى وطعمه حلو جدا. وانا هجيب تاني وهشيل، يعني النتيجه حلوه مرضيه. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وما تنسونيش بدعوه حلوه من قلبكم وبالاشتراك واللايك وتكوني باي باي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.